بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام. في فيديو اليوم إن شاء الله باش نعطيكم طريقة رحيان الكاكاوية من غير ما تزيت ومن غير ما تعجن. نعرفوا الناس الكل إن الكاكاوية من أصعب الفاكهة في رحيانها على خاطر تزيت بسهولة، وإذا الفاكهة زيتت تولي تخسرنا ليروسات. اليوم إن شاء الله باش نعطيكم التكنيك الصحيحة باش نخرجوا الكاكاوية بودر من غير حتى نكتة زيت. أما قبل ما نعطيكم الطريقة باش تطلب منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وتوا نعطيكم الطريقة. لهنا عندي 500 جرام كاكاوية حمراء، أنا حشتي بها بقشرتها، وإذا باش تستعملوا البيضة تتبعوا زيدا نفس الطريقة. باش نحطها في طبق وندخلها للفور تسخن شوية، ودوب ما نخرجها باش نبدأ في رحيانها وهي سخونة. لهنا ما حشيش بها لا باش تتكوش ولا تتحمر ولا يتبدل لونها، لازمها تسخن شوية أكهو. بالنسبة لي دخلت على 150 درجة لمدة ما بين 4 و 5 دقائق. انتم تمسوا الكاكاوية وقت تلقوها سخنت وقتها سيبون نجموا تخرجوها. الهدف متاعنا لهنا من تسخين الكاكاوية أول حاجة إن نخرجوا منها الرطوبة باش كي تترحى ما تعجنش، والحاجة الثانية يلزمنا نروحوها سخونة باش ما تزيتش. وإذا عندكم كمية كبيرة تنجموا تخلوها في الفور وهو طافي وتجبدوا بالطرف وترحوا هكاكا باش تحافظ على درجة الحرارة. وتوا نكمل نرحي الكمية اللي عندي الكلها ونرجع لكم. وتوا بعد ما رحيت الكمية اللي عندي باش نجيب الغربال وباش نغربل الكاكاوية، باش نهبط البودر وحده والكونكاسي وحده. نصيحة يا جماعة ما تحاولوش تعاودوا ترحوا اللي بقى في الغربال على خاطر باش يزيت. الكاكاوية راهي من الفاكهة اللي ما تتحملش انها تترحم مرتين، على هذاك ديما نعملوا حسابنا كي نشرو الكاكاوية انه الكمية اللي باش نرحوها باش يجينا الثلثين امتاعها بودر وثلث كونكاسي نستعملوه للزينة وإلا لوصفات أخرى ما تتطلبش كاكاوية بودر. شوفوا ما شاء الله البودر اللي تحصلت عليه لا معجن ولا مزيت. تبعوا الطريقة اللي عطيتها لكم وإن شاء الله ينجح لكم رحيان الكاكاوية في الدار. بالنسبة لي لهنا الكونكاسي اللي تحصلت عليه خشين شوية وأنا حشي بيه أجود، دونك باش نحاول إني نرحيه مرة أخرى في الهشوار هذه، وباش نتبع نفس الطريقة باش ندخله للفور يسخن شوية وبعد نحطه في الهشوار ونرحيه. مانيش باش نرحيه افيل، باش نرحيه ونرتاح ديجا باش نعمل له ضربتين اكاهو، على خاطر قلت لكم راني ما حشتش بيه بودر، حشتي بيه جوست باش يجواد شوي. وبعد باش نحطه في الغربال نهبط منه البودر، وهكا نكون اتحصلت على كاكاوية بودر وكاكاوية كونكاسي من غير حتى نكتة زيت. والبودر اللي تحصلت عليه ان شاء الله باش نخدم لكم بيه بيتي فور كاكاويه وفريش كاكاويه. استنوني ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. زاد في الفيديو السابق شاركت معكم البسبوسه بالكاكاويه، تو نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وان شاء الله نكون عاونتكم. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.